معانا الفنان الكوميدي أنس تويستا على قناة البرتمانية. آه، أول شيء عرف نفسك. الاسم أنس تويستا نعم. أو أنس بربرو أو أنس خان. أنس خان ده نعم. الاسم اللي أنت مشهور به، أنس خان، أنس تويستا. نعم. أنس تويستا أنت كزول سوداني مولود في أمريكا. نعم. أول شيء الحاجة اللي أنا اكتشفته وجودك معنا هنا، أنت زول عندك هوس حق الاستماع وكده، وأنت كزول سوداني. نعم. برضو عايزين نعرف هل أنت بتستمع لأغاني مثلا أغاني سودانية، ومدى ثقافتك للفنانين السودانيين، بتعرف أي فنان سوداني؟ نحن حاليا هنحاول نجيب لك فنان سوداني. نعم. ده من أمالخة بتاعت الفن السوداني وكده، وممكن تقول لنا يعني. طيب يا أنس تويستا ولا أنس خان، احنا عايزينك تقول لنا الفنان ده. بتعرف الفنان ده؟ الفنان ده تقريبا محمد صالح. منو؟ محمد صالح. محمد صالح؟ الزول ده أنا بعرفه يعني. طيب 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 تمام تمام. نعم. طيب الفنان الثاني ده نعم. جاد الله. جاد الله بعرفه حق المعرفة. لا ده يا كان أنس يا أخي، يغني ده أغاني. عيب 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 والله. أنت كسوداني ما بتعرف ده عميد الفن السوداني يعني. ده اسمه محمد اللمين. محمد من الجميل. ايوه، من اشهر اغانيه زاد الشجون، قلنا ما ممكن تسافر، 5 سنين، 4 سنين، يا ريتني لو اقدر اقول فيك الكلام الما انكتب. تين طبعا ده زول موسيقار. أيوة. زول موسيقار. لا يمكن انت زول سوداني حتى لو ما مولود في السودان تقول لنا ما بتعرف الفنان ده. والفنان القبلي اسمه محمد وردي، ده اول فنان افريقي، فنان الاول في افريقيا. انت اذا انت زول يعني، انت زول المفروض تهتم بثقافتك، وده من ضمن الحاجات اللي بعرفك انك انت زول سوداني يعني. طيب ادينا شانسي. انا من مواليد امريكا. نعم. و يعني السودان ده ما يشتي فيها كتير كده، وثقافتي في الفن السوداني كده شويه كده قليل، لكن يعني قاعد اسمع. طيب برضو نحاول ندخل برضو في بما انه الدنيا رمضان. ايوه. عايزينك تقول لنا يا اخي اشهر المأكولات السودانية، المأكولات المشهورة اللي احنا كسودانيين بناكله في رمضان. في رمضان؟ نعم. في رمضان اللي هو عندك بسمع بحاجه اسمه اقاشي تقريبا. اقاشي اوكي. تاني؟ جقاجق. جقاجق. في حاجه كده. نعم. يعني ما اعرف ابيض تقريبا ولا اخبش ما اعرف ذاته. حاجة ابيض. ايوه. نعم. بعملوه في صينيه كده. اي. وبكب عليه صوص بياكلوه. ايوه ده انا يعني ما اعرف اسمه منو. يعني قالوا اكله مشهوره كده سودانيه، كل الناس بياكلوه في اي بيت سوداني. حاجه كده بيضه كده. اسمه العصيدة. عصيدة ده من اشهر المأكولات، ونحن كسودانيين بناكل كالعادة في رمضان عصيدة، ومن غير رمضان برضو بناكل عصيدة. لكن برضو المفروض تعرف يعني، المفروض تعرف الحاجات دي. انت زول سوداني، المفروض حاجات دي حتى لو ما بتاكلها يعني يجب عليك معرفتها يعني. نعم نعم. نعم. كلامك. طيب طيب. الفنانين قلت ما بتعرفهم، وحتى المأكولات 3 ما بتعرفهم. انا شايف انه ده يعني عيب كبير بالنسبه لك. انت اليوم لو مثلا عايز تثبت لزول انك انت سوداني، طيب انت ممكن تسمي لنا النشيد الوطني. ايوه حافظه. نعم. حافظه على ظهر القلب. نعم تفضل. نحن جند الله جند الوطن. نعم. عندها عندك شنو؟ عندي فدائي بنحن ثمن. والله يا سيداتي سادتي الليديز ان جنتلمان، انا بعتذر جدا من قناه البرتمانيه. مهما كان انت مولود، حتى لو مولود في سما ذات البروج، لكن دولتك ده لازم يجب عليك في اشياء لازم تعرف. وانا من هنا بوجه رسالتي لاي زول مقيم في الخارج، او ابنائكم حاولوا علموهم حب الوطن، وتاني شيء برضو لازم يعرفوا ثقافتهم. لانه انت كانسان سواء كان مقيم في اي دوله وما بتعرف ثقافه بلدك، انت باعتبارك انت زول دايس هاي يعني. انت زول دايس هاي يعني، زي اخونا انس تويستا ده باعتباره زول داي يعني. لا انت باعتبارك انت. طيب انت عصير اللي قدامك ده اللي قدمنا لك ده حاليا بتعرف ده اي عصير؟ ده نعم. ده عصير كركديه.
لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا يرحم السودان يا اخي. اسمع انا نحن ذات ما بنتشرف بك يا ابني، يا ابني انا احنا جبناك عن طريق الغلط. انا داير ارجع لا لحضورك. لا اتفضل اتفضل يا اخوي. البودكاست حقنا ده كان يتعمل عن طريق غلط، وانا بعتذر للضيوف من جديد، معلش حقكم علي. وتحيا سوداننا، وربنا يصلح على البلاد والعباد. اسكت عليك الله. ربنا يصلح على السودان وحال العباد. وان شاء الله كده يا اخي، تقبل الله كمان يعني رمضاننا، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، واتمنى ان تكونوا بخير وصحه وعافيه. ممكن ارسل رساله واحده؟ نعم تفضل. بحبك يا حليمه كابور. يا عزيزي نحن هاي نتحدث عن الوطن. حليمة كابور مين، وبتخ مين، وسبج مين، ودبدوب مين، والكلام الفارغ ده يا اخي. قوم يا اخي، انتوا ذاتوا شفت عائلتكم دي ذاتها ما عندكم ذره وطنيه في قلبكم يا اخي. معلش امشارك الله خلق الله يا اخي. لا اله الا الله. يا اعزائي المتابعين، انا والله بعتذر جدا، لانه ده ما بيمثلنا نحن السودانيين خالص يعني. واتمنى من الاباء والامهات لا تنسوا ان تعلموا ابنائكم حب الوطن وثقافاتهم، وده الشيء اللي بيميزنا من باقي الاخرين في العالم. لذلك انا اتمنى ان شاء الله تقبلوا رسالتي دي وتحياتي لكم اينما كنتم.